جوابا على سؤالك عن سبب رفض عضوية الجزائر ببريكس، المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة بريكس كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية. وبالنسبة للجزائر فإن أعضاء المنظمة بما فيهم روسيا لم يجدوا أي وزن للجزائر على الصعيد العالمي، فهي لا تملك وزنا ولا تملك هيبة، كما أن مواقفها في الساحة الدولية منعدمة. عليك أن تعلم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولمدة عام كامل وهو يطلب ويبكي ويشكي على روسيا والصين من أجل قبوله بالبريكس، بل وصلت به إلى أنه قدم لنا $1.5 مليار من أموال بوسبع طبعا، لكننا رفضنا طلبه. وفي الحقيقة أريد أن أوجه نصيحة للشعب الجزائري وخاصة بوسبع القهوي: جزائركم لا تمتلك مقومات دولة ولا تملك سيادة، ورئيسها الذي يتحدث عن العدس والفاصوليا والبقوليات لا يمكنه أن يكون ضمن الكبار. نحن هنا في بريكس وليس في عديكس. شعوب البريكس مثلا لا تقف في الطوابير من أجل الحليب والسميد والزيت. شعوبنا تستحم يوميا وليس مثلكم مرة في الشهر بسبب انقطاع الماء. نحن نشرب حليب البقرة وليس حليب الغبرة. رؤساؤنا أيضا ليس لديهم ربيب اسمه بن بطوش، والدولة التي فيها تبون وشنقريحة وبن بطوش أكيد أن طريقها كحل زحلة. وخلاصة القول: مع الجزائر ماكاش كاس إفريقيا، ماكاش كاس العالم، ماكاش بريكس. والماتش والله ما يتعاود.